السلام عليكم. يمكن من المرات القليله اللي بنتكلم عن نادي الزمالك، لان احنا ما بنحبش نتكلم عن نادي الزمالك. الجماهير الزملكاويه بتزعل مننا لما بنشاور على اخطاء موجوده في نادي الزمالك، وبتقول لك يعني انت اهلاوي مالكش علاقه بنادي الزمالك، ما تتكلمش عن نادي الزمالك، ما تتكلمش عن اخطاء موجوده في نادي الزمالك. ولكن بصراحه الواحد اللي شايفه بيحصل في نادي الزمالك حاجه صعبه جدا جدا، ولازم النهارده انا كناقد اتكلم على الحاجات اللي موجوده السلبيه في نادي الزمالك، ولازم اقول لجمهور نادي الزمالك بص وشوف ايه اللي بيحصل في ناديك، لان انت سايب الدنيا فيها تسيب في تسيب، سايب ناس بتدير نادي الزمالك وهي حقيقي مش زملكاويه، سايب ناس بتعمل اللي هي عايزاه في نادي الزمالك من غير لا رقيب ولا اي شيء. انت النهارده سايب ناديك بيتدمر، شايف ناديك بيقع قدام عينيك ومش قادر تعمل له اي حاجه. لا، انا النهارده كاهلاوي هعلمك حاجه بجد، يعني حاول ان انت تسمع مني. انا كراجل اهلاوي بشجع النادي الاهلي وبنتمي للنادي الاهلي، وعارف امتى النادي الاهلي محتاجني، وعارف امتى النادي الاهلي اقف في ظهره، وعارف امتى النادي الاهلي اشجعه او ابقى موجود ورا الفريق وادعم الفريق بمنتهى القوه. انا هعلمها لك النهارده كاخ زملكاوي حبيب زملكاوي، لان انا بصراحه يا جماعه اللي بيحصل في نادي الزمالك كتير قوي قوي على جمهور نادي الزمالك. انت حضرتك دلوقتي في واحد ماسك رئاسة نادي الزمالك حقيقي لا يصلح ان هو يبقى رئيس نادي الزمالك. نادي الزمالك ده قيمة كبيرة جدا جدا. نادي الزمالك 5 دوري ابطال افريقيا يا جماعة. نادي الزمالك مش نادي قليل عشان انت النهارده نشوف الاداره اللي فيه بتعمل كده. نادي الزمالك كان عنده في 2020 فريق قوام، فريق رهيب ياخد اي بطوله. انت النهارده ضحيت وسبت اللعيبه كلها تمشي وبمنتهى السهوله. عندك مصطفى محمد مشيته، عندك مصطفى فتحي مشيته، عندك اكتر من لاعب مشيته وما جبتش البديل بتاعه. عندك طارق حامد مشي، عندك امام عاشور مشي، عندك فرجاني ساسي مشي، عندك اشرف بن شرقي مشي. كل اللعيبه دي مشيت وانت ما جبتش البديل، ولا حاولت حتى ان انت تجيب البديل كويس. السنه اللي فاتت جبت شويه لعيبه احنا مش فاهمين انت جايبهم منين وما عملوش اي شيء مع الفريق، وشفنا الفريق واقع. ده نادي الزمالك لما كان مقفول منه القيد كان احسن من كده بكتير، يعني كان على الاقل خد دوري وخد كاس وخد دوري وخد كاس، ما كانش بالانهيار الموجود ده. نادي الزمالك مش موجود على منصات التتويج الافريقيه لفتره كبيره جدا، وده ما ينفعش. زي ما بقول لحضرتك انا الاهم عندي بلدي، الاهم عندي ان انا اشوف دوري مصري قوي جدا جدا، الاهم عندي ان انا اشوف بلدي والدوري بتاعي مسمع زي الدوري السعودي. انت بتشوف النهارده الصفقات في الدوري السعودي عامله ازاي، كريم بنزيما وكانتي واسماء يعني وكريستيانو رونالدو، اسماء رهيبه جدا، اسماء رهيبه جدا موجوده. نفسي اشوف الدوري المصري بتاعي بالقوه دي، والدوري المصري يستاهل الكلام ده كله. ولكن انت النهارده القائمين على الكوره في مصر ما بيفكروش في مصلحه الكره المصريه. خلينا اتكلم معاك بمنتهى الامانه، خليني النهارده اشيل الستاره واشيل الغمامه اللي على عينينا ونتكلم بمنتهى الامانه وبنتكلم بمنتهى الصراحه وبنتكلم كمان بمنتهى الشفافيه، وعايزين ان احنا نشوف الدوري المصري والكره المصريه احسن من كده بكتير. فنادي الزمالك ما يستاهلش ان هو يبقى رئيسه مرتضى منصور. وخلينا نتكلم معاك بمنتهى الامانه، الراجل اللي بيجيب الفرقه وبيغرقها يعني دايما، الراجل النهارده اللي داخل في صراعات مع ناس كتيره جدا جدا وداخل في مشاكل مع ناس كتيره جدا. الراجل معزول والراجل موجود وانا مش عارف رئيس الاشتراكات وحاجات بنشوفها في نادي الزمالك عبث. فين تدخل الدوله من الموضوع ده؟ فين اشرف عبد العزيز؟ النهارده علشان تعمل كيان لنادي الزمالك لازم تقرب فئات اللعيبه من بعض. انت النهارده لما يبقى عندك لعيب في غرفه الملابس بياخد في السنه 30 مليون او 35 مليون وزمايله اللي بياخد 6 وبياخد 7، اذا النهارده هيحصل فيه ضغينه، اذا النهارده اللعيبه دي هتغير من اللعيب اللي بياخد المبالغ دي وتسال هو ليه بياخد اكتر من كده. فلازم النهارده عشان تظبط اوضه اللبس بتاعتك لازم تعمل تقنين للفئات عندك، زي النادي الاهلي لما عامل فئه اولى وفئه ثانيه وفئه ثالثه ما فيش حد بيتعداها. ولكن نادي الزمالك على مر التاريخ ما عندوش سقف للمرتبات في نادي الزمالك، بيدي احيانا ارقام فلكيه، وشفنا خالد بوطيب وشفنا اجوجو قبل كده، وبيجيب صفقات، وشفنا اشرف بن شرقي وشفنا فرجاني ساسي وبياخدوا مبالغ كبيره جدا. فاذا انت النهارده سايب نادي الزمالك لمجموعه من الناس اللي ما بتحبش نادي الزمالك، ما بتحبش نادي الزمالك، بتمشي في اللعيبه، تعمل صراعات. النهارده ما فيش رئيس نادي يا جماعه يطلع ويقول على اللعيبه بتاعته بتشرب مخدرات. يعني ازاي يا جماعه الكلام ده؟ ازاي الراجل ما يتحاسبش على الكلام ده؟ ازاي يطلع يقول على اللعيبه بتاعته بتشرب مخدرات ومحدش يحاسبه؟
بصراحه اللي بيحصل لا كتير على نادي الزمالك، كتير على جماهير نادي الزمالك، جماهير نادي الزمالك اللي نفسها توصل لبطوله افريقيا وتكسب النهائي، ولكن لسه مش محظوظين. انا زي ما قلت لحضرتك انا عايز اشوف كل فرق الدوري المصري قويه جدا بتنافس. انا النهارده مش مبسوط لما اشوف النادي الاهلي بيكسب الدوري بفرق 5 6 اسابيع. فين المنافسه النهارده؟ المنافسه اتقتلت. لازم النهارده نادي الزمالك يوصل ويبقى قريب من مستوى النادي الاهلي علشان يقدر ينافس، علشان نشوف دوري مصري قوي جدا، نتفرج على كوره نظيفه، نتفرج على كوره حلوه، نتفرج على اداء كويس. عندك كولر موجود مع النادي الاهلي، حدث ولا حرج، وكوره محترمه جدا وفنيا حاجه عاليه جدا. الراجل لما تعادل بس امبارح مع فيوتشر الدنيا قامت وما قعدتش، ويعني طاهر محمد طاهر والناس قعدت تتكلم على الفرق. ده تعادل يا جماعه، ده تعادل يا جماعه. النادي الاهلي ماشي في سلسله اللا هزيمه، النادي الاهلي حصد الاخضر واليابس السنه دي، النادي الاهلي ما فيش بطوله دخل فيها ما خدهاش. اذا انت النهارده لما تعادل النادي الاهلي في ماتش واحد، لا نهدى كده يا جماعه، نهدى الله يكرمكم. ده اللعيبه نفسها تزعل مننا، اللعيبه تقول لك انا جايب لك كل البطولات دي وبرضه انت بتنتقدنا عشان ماتش تعادلت فيه. النادي الاهلي عمل ماتش كويس جدا فنيا، النادي الاهلي وصل للمرمى في اكتر من مره، لا يقل عن 15 ركنيه للنادي الاهلي، تضييع فرص قدام الجون يعني حدث ولا حرج كتير جدا. كهربا بيضيع ومحمد عبد المنعم بيضيع وياسر ابراهيم اوفسايد، ويعني كانت مش عايز اقول لحضرتك كانت مدعاكه فرص بتضيع عند مرمى فيوتشر، ولكن مفيش حظ، يعني مفيش نصيب ان انت تكسب الماتش. ما عندناش اي مشكله خالص. اخر موضوع النهارده هتكلم فيه وهو خاص بامام عاشور. والله يا جماعه انا من فتره كبيره جدا وانا قلت لحضراتكم امام عاشور لاعب زملكاوي صرف، يعني ما ينفعش يلعب في القطبين، ما ينفعش، مش شكل النادي الاهلي، مش شكل النادي الاهلي. وخلينا نتكلم معاك بمنتهى الامانه، امام عاشور غلط جدا في رموز النادي الاهلي، وانا لا يمكن اعديله الغلط ده. انت النهارده تشتمني وسط الناس كلها وتيجي تعتذر لي في غرفه مغلقه، او تعتذر لي في بلقاء صحفي مع احد الصحفيين، لا ما ينفعش الكلام ده. انا اللعيب اللي عنده مشكله اخلاقيه ما اقبلش ان هو يبقى موجود في النادي الاهلي. وكمان جماهير النادي الاهلي ايدت كلامي جدا جدا، واتكلمت في المدرجات وقالت مش هننسى صالح سليم ومش عايزين امام عاشور، وده موقف يحترم جدا من جماهير النادي الاهلي. انا لا اقبل ان امام عاشور يبقى موجود في النادي الاهلي مهما كانت قيمته الفنيه او قيمته التسويقيه او قيمته ان هو هيعمل معاك ايه. انت عندك في خط النص ما شاء الله، عندك قفشه، عندك اليو ديانج، عندك عمرو السوليه، عندك مروان عطيه، عندك احمد القندوسي، عندك احمد كوكا الولد الصغير. فانت عندك تخمه كبيره جدا في نص الملعب، انت مش محتاج لاعب في نص الملعب. فاذا انت النهارده موضوع امام عاشور، اتمنى لو كان في اي تفاوض يقف، اتمنى من اداره النادي الاهلي تبقى حازمه في الموضوع ده. لا تماما احنا مش عايزين امام عاشور. ده كان كل اللي موجود عندنا النهارده. انا اول مره برضه اقول لحضراتكم اتمنى يعني الناس تعمل لنا لايك وكومنت وتعمل شير للحلقه، لان احنا عندنا الصفحه فيها مشكله ومحتاجين شويه تفاعل. شكرا لحضراتكم جدا. اتمنى الناس تتفرج علينا على الفيسبوك تعمل لنا نشر الحلقه، الناس اللي بتتفرج علينا على اليوتيوب تعمل سبسكرايب للقناه. شكرا لحضراتكم جدا، وكل سنه وحضراتكم طيبين.